الآن نأتي إلى لالش. لالش، حبذا لو تتحدث عن لالش تاريخيا ومكانته الدينية. حسب النصوص الدينية يقول بأن الأرض لم تتجمد بشكل صحيح كما نراها الآن، فنزلت لالش كخمرة لتجميد لالش. كانت حسب النصوص الدينية كانت في البداية شبه زئبقية، يعني كان الزئبق شلون تخليه على ايدك تترجح اسمه. فعندما نزل إليه لالش لقدسيته كخميرة، خميرة الأرض، نحن نعتقد بأنها خميرة الأرض، ومن خلال لالش تجمد الأرض بشكل ما هو عليه على طبيعته الحالية. إذن هو المكان المقدس لدى الإيزيديين. لدى الإيزيدية حج واحد فقط لا غيره، يمكن أن يحج إليه ويتعمد فيه أيضا. التعمد أدنى موركرن. الإنسان اليزيدي أول ما يصل إلى المعبد لابد أن يتعمد بماء البيضاء، كان يسبي. تمام. كان يسبي عن العين البيضاء، ويذهب إلى الحاج إلى المزارات ويزور الصالحين. إذن هو المركز الرئيسي لعبادة اليزيديين في العالم بأسره، وليس لليزيديين في العراق لوحدهم، لا، وإنما لليزيديين أينما كانوا، وباستطاعتهم زيارة المعبد في أي وقت يشاء. اليزيدي في أي وقت يشاء يستطيع أن يزور المعبد، وفي أي ساعة من الأوقات، يعني ليس وقتا محددا للتعميد أو للحاج، لا، ليس لدينا وقتا. هناك كما أسلفت بأنه هناك العديد من الأعياد في تقام في معبد لالش من مراسم وطقوس، ولكن ليس معنى ذلك إن لم تأتي إلى المعبد من خلال الأعياد أنك لا تستطيع أن تأتي إلى الحج، كما في بقية الأديان. مثلا الإسلام لديهم وقت محدد للحج، صح. نحن ليس لدينا وقت محدد للحج، وإنما باستطاعتك أن تحج إلى معبدك في أي يوم وفي أي وقت تشاء. أستاذ، حبذا لو تشرح لنا أكثر عن لالش. أنت قلت هي كانت كالخميرة التي وضعت نزلت إلى الأرض، نعم، لأجل ألا تتجمد أو تعود لطبيعتها أو شيء كذلك. هل هي كانت يعني عبارة عن حجر أو أمر آخر، أو فيما بعد تم إنشاء المعبد؟ لا أستطيع، لأنه هي حسب يقع كدعاء، يعني كدعاء نزل من خلال العين الموجودة كذا، أو نزل في عين، يعني مسألة ليس على طبيعته نقول أنه حجر نزل من السماء، لا ليس من حجر، وإنما كان بقوة ربانية كلا وضع كخميرة. كيف تشكل الأرض بأي صيغة كان لا نستطيع أن حاليا أن نؤكد بكيف تشكل الأرض، ولكن يقال بأن كانت زئبقية، ولكن عندما نزل هذا الجزء منه إلى داخل الأرض فكخميرة للأرض فتجمدت. جميل. هي الآن لالش عبارة عن معبد، أليس كذلك كما نراه في الصور والفيديوهات؟ نعم معبد. نعم. هنالك نبع موجود هناك. أنت قلت لا، منابع عديدة، لكن منبعين مقدسين لدينا، زمزم وكانياسبي. كانياسبي معروفة، كانياسبي بمعنى النبع الأبيض. أما زمزم هذا الاسم أيضا موجود في مكة. هل هنالك موضوع التشابه؟ الزمزم كلمة كردية ليست عربية كما يعتقد البعض. زمزم عندما تضع رجلك على الأرض ينبعث منها الماء، يعني زمزمة. كلمة كردية ليست عربية، كلمة كردية مثل كلمة دين، كلمة كردية. دين ليس. وإبراهيم خليل أيضا يقال إبراهيم خليل أيضا كان كردي، لا أستطيع أن أؤكده لأنه البعض يقولون لا هو كان سامي، وليكن كرديا أو غير كرديا، وكان يقال يتحدث كان اللغة الكردية أيضا، إن لم يكن كرديا أيضا كان يتحدث باللغة الكردية أيضا. فعندما ذهب إلى الكعبة قال يعني هناك
ماء هنا زمزم هنا زمزمت